السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هلا حسنين، دي قناتي، أتمنى الاشتراك فيها. وده أول فيديو لي على القناة، نقول بسم الله ونبدأ. هنعمل معاكم حبة ممبار عجب كده بعد ما احمر ما شاء الله، شكله يفتح النفس. شايفين؟ جبنا بقى حلة معانا ألمونيا كده محترمة من بتاع حماتي، وخرطنا البصل نسيبه يدبل. كنا مقطعين الطماطم عشان نسبكها، نسيب البصل يدبل ونضرب الطماطم في الخلاط. والبصل بعد ما احمر كده ننزل بالطماطم عليه، واي توابل بقى انتوا بتحبوها، بهارات، فلفل احمر، اللي هو بابريكا، فلفل اسود، ملح وكمون، اللي انتوا عايزينه. دي حاجات بتبقى اختيارية طبعا. وغسلنا الخضرة طبعا كويس وخرطناها، وغسلنا الممبار واحدة واحدة كده، ونحطه في مصفى بقى عشان يتصفى. والصلصة كانت اتسبكت، نزلنا بالرز ونزلنا بالخضرة عليه. ورز الممبار يا ريت ما يتغسلش، عشان بس تكون نضيف، يعني واثقة ان هو نضيف، عشان هو الممبار بياخد سوا يعني. وبنحشي بقى الممبار، كنا قاعدين بنحشي انا وحماتي. وانا بحشي يا جماعة كنت حاطة حلة على النار، بس حلة فيها مية كتيرة يعني عشان ما يلزقش منك، بتغلي عشان اخلص حشو على طول وانزل بالممبار. الممبار ده على فكرة انا جايباه ومنضفه في البيت، بحب انضفه يعني. في ناس بتعرف تنضفه، لا انا ما بعرفش، انا بحب انضفه. الحله اهي، نزلت بقى بالممبار، هو اول ما بينزل الميه بيلم، والرز ما بينزلش منه. بس انتي اهم حاجه ما تملوش، يعني حبه فاضي من هنا وحبه فاضي من هنا، عشان ما الحله ما تلاقيهاش مليانه رز. وننزل بكميه الممبار بتاعتنا كلها ونسيبها بقى تستوي. يلا بقى حطيه لايك لو شكل الممبار، ولسه هقولك على السر عشان مش هتحمريه في الزيت طبعا. ولو عجبتك الطريقه ما تنسانيش في اللايك. هنرصه بقى في صينيه، وده السر، ونولع عليه من فوق من فوق بس يحمر، ونديره على الناحيه التانية بالفرشه دهنة زيت بسيطه خالص خالص، وهيطلع شكله زي ما انتوا شفتوه، يفتح النفس. وكده وفرت عليكي زيت كتير، وادعيلي وحطي لايك.